ومتشكرين قوي لاي شخص بيدعي لي، متشكرين قوي لاي شخص بيدعي لي، وقسما بالله قسما بالله متشكرين. انا جود عادل محمد عويس من محافظه بني سويف، ساكن في بن عطيه. انا كانت شغلانتي الاول صياده، ومن زمن يعني من عندي 7 سنين. فدخلت بعد كده في المجال التصوير اللي هو بعد الجيش. فجيت اللي هو امبارح جيت هنا، نزلت شغل عادي وقضيت يومي. جيت قبل العشاء بلم ومشيت، لقيت افراد الامن بتجري. بقول لهم بتجروا ليه؟ راح قال لك في هنا غريق، واحد غرقان وعايم على وش الميه. فجريت هنا لقيت اداره الممشى موجوده، اللي هو استاذ عصام موجود. راح بيقول لي يا جود انت اللي هتعرف تجيبه، روح نط وهاته وتعالى البر. كان عباره بالظبط كده بتاع 30 متر او 40 متر بس. فجيت نطيت، فجي واحد نط ورايا تاني ان هو كان هيعطلني، اللي هو في اللي انا اطلعه اصلا. جيت ضربه بالبنيه وجيت مطلعه تاني فين؟ على مكان الشط. فجبت الجثه وطلعت تاني هنا على البر. اتصلوا بانقاذ النهري، بس جه هنا الطبيب الشرعي، وجه هنا رئيس المباحث، وجه هنا الدنيا كلها. ومتشكرين قوي لسياده المحافظ ان هو تواصل بيا وشكرني. انا متشكر قوي يعني. فانا لما شفت الجثه دي انا ما اتجرأتش ان انا ارجع وما انقذوش، لا انا 100% اللي انا لازم انط واجيبه. والحمد لله يعني كرم ربنا اللي انا جبته. بس اللي هو يعني انا مش اول مره اطلع زي كده، انا طلعت مره واثنين وثلاثه و10 يعني اكتر من كده الحمد لله. يعني لو كان عايش كان بكرم ربنا انا كنت طلعته. بس هو كان جاي من قدام ميت يعني، الله يرحمه كل حاجه، واهله جم استلموه. انا مجالي هنا في التصوير على الممشى السياحي الكورنيش تحت، تمام؟ يعني اسمه جوده مزيكا، الشهره جوده مزيكا في الكورنيش تحت. انا واقف حاليا عند بوابه 4 الاسبوع ده، كل اسبوع بنتنقل في مكان تاني. يعني انا الحمد لله معاه فلوس معهوش فلوس بصوره، ما بكسرش بخاطر اي حد. معاه فلوس او مش معاه فلوس انا بصوره. الحمد لله يعني قدرنا نعمل اللي علينا، وده واجب اصلا المفروض يتعمل من اي حد. الشجاعه يعني، طبعا دي شجاعه، احنا مش بنتكلم بقى في مين وكده يعني، لكن احنا بنتكلم في موقف هو حله امبارح وكتر خيره طبعا. وجاب الجثه وطلعها. طبعا ده كان بلاغ من عندنا من فرد الامن بتاعنا. وده راجل وساب شغله وعمله ونط للراجل، وهو شاب مكافح وربنا يبارك فيه. ان هو راجل بصراحة ان شاف حاجة زي كده ونط في المية وقام جابه. وربنا يبارك فيك يا جودة بصراحة ان انت عملت كده. ونشكر اي شاب بيشوف اي حاجة زي كده ويقوم يعمل بروحه وحياته ان هو يجيب واحد غرقان. يا ربنا يستر عليك يا جودة ويسلك طريقك ربنا، بحق من انت نقصت واحد غرقان، وما يجيبلكش حاجة وحشة يا اخويا يا رب، ويجعلها ميزان حسناتك. وربنا يستر على كل شاب يا رب بحق النبي، ويستر عليكم كلكم بحق النبي. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك، ويا رب يستر عليك يا جودة. يا باشا نشكر اخونا جودة الراجل المحترم. المؤاخذة كان جاي جماعة عمالين يتفرجوا عليه، محدش قادر اصلا ينزل يجيبه. فاخويا جودة لما خدته منا من عند بوابة 4 ويا دوبك لحقناه عند بوابة 3، هو راح نط مفيش تردد، نط مفيش قال لك ولا استنى حد ولا هعمل، خلاص هو نط وساب عدته وساب لا مؤاخذة تليفونه وساب كاميرا بالشيء الفلاني برضه وتليفون بالشيء الفلاني ومحفظته وحاجته كلها ولبسه وقلع ونط في البحر جاب الغريق. والحمد لله يعني تم بنجاح ومية مية يعني. حضرتك بلغونا على باب 4، واول ما عرفنا اللي حصل طلعنا نجري حضرتك، ولقينا جودة في الميه ما فيش تردد، ونزل على طول جابه وتم بحمد الله يعني. وهو ان شاء الله باذن الله اي حد ان شاء الله في مكانه كده هيعمل اكتر من كده. ده غريق يعني، مش معقول ان هو واحد هيشوف غريق ويكون بيعرف يعوم ومش هينزل عليه. هتوجب بالشكر لاخويا جودة ان هو نزل بذل مجهود ونزل جاب الغريق ده وطلعه بسرعه جامده. هو ما ترددش ثانيه واحده مثلا ان هو يفكر ينزل يجيبه،
واول ما شاف الموقف على طول نزل على طول، وبنشكر الساده المسؤولين اللي كانوا موجودين معاه.